أنا اسمي كريم، عندي 17 سنة، ساكن في شقة صغيرة في الدور الرابع. بابا بيصحى الساعة 6 ويرجع الساعة 6، وماما شغالة على نفسها والبيت والميزانية. بيتنا فيه ضغط، صوت عالي، طلبات كتير، وقت قليل. أنا بحب أشتغل على الكمبيوتر، أمنتج فيديوهات وأعمل تصميمات، بضيع ساعات عليه. بس مش ساعات فاضية، دي ساعات فيها أنا. بس في البيت الكمبيوتر ده مضيعة وقت. كل حاجة مش هندسة ولا طب تبقى فاشلة. هتشتغل ايه يعني؟ هتبقى مصمم؟ هو ده شغل؟ انا عارف انهم تعبوا عشان يربوني، بس انا مش مهم. انا مش بابا اللي ساب حلمه وبقى موظف عشان يأمن مستقبلنا، ومش اخويا اللي جاب 98% ودخل طب. انا كريم اللي في امتحان الفيزياء بيحس ان هو بيتعذب، بس هو بيصمم بوستر بينسى الوقت. كل مرة بابا يقول لي مش هتدخل هندسة، طب انت ناوي على ايه؟ ببص له بسأل نفسي، ولو قلت له اني عايز ادرس فنون هيسمعني ولا هيقفل السكة قبل ما اكمل؟ انا مش عايز اكون عاق ولا عايز اطلع فاشل، بس انا كمان مش عايز اكون نسخة من حد تاني. هو ليه اصعب معركة في بيتنا ان كل واحد يبقى نفسه؟ نتيجة الثانوية العامة قربت وكل بيت دلوقتي بيعد الأيام. في أهل هيدعموا ولادهم ويساندوهم مهما كانت اختياراتهم، وفي اللي شايف إن هو الأدرى بمصلحتهم. يا ترى أنت شايف إيه؟ هل كريم عنده حق؟ مستنية أسمع رأيكم في الكومنتات.